اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا عدد جديد ولقاء متجدد من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا وضيفنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه دكتور سعيد مرحبا. مرحبا أخي أحمد. وتلك الأيام تحتفظ الأيام بذاكرة الأحداث التي يسجلها الإنسان في التاريخ، وتحتمل الإنجازات بأسوار التاريخ فيتذكرها الناس في أوقات معلومة وأيام معروفة. سبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. نعيش على هذه الأرض الطيبة الجزائر، نعيش هذه الأيام يومين. يوم نعد فيه بإذن الله 2964 يوم عاما من التقويم الأمازيغي، وآخر بإذن الله يليه نحتفل به ب15 قرنا مرت على ميلاد خير البرية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحتفي بهذه الأيام في جزائرنا في رمزية تتماهى فيها لغة القرآن العربية في وجدان الهوية الأمازيغية، ويلتقي الاثنان على كلمة سواء إلى يوم الدين بإذن الله. وتلك الأيام دكتور سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن أشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة اللطيفة يا أخي أحمد، أنك جمعت بين يومين. اليوم الأول يسجل الانتصار التاريخي للأمازيغ بقيادة ملكهم ششناق. يعود هذا الأمر كما قلتم حقيقة إلى 1964. يعطينا عدة دلالات. الدلالة الأولى أن هذا المجتمع الأمازيغي استطاع أن يحقق انتصارات عبر التاريخ، وهذا الانتصار خير شاهد، حيث انتصر الأمازيغ على الفراعنة في فترة حكم رمسيس الثاني كما تقول كتب التاريخ. فهذا الانتصار سجله التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد. البعد الثاني أن هذا المجتمع الأمازيغي اعتنق الإسلام حينما جاء هذا الإسلام العظيم الذي هو أكبر نعمة من الله للخلق، لقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي أكبر نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أجدادنا في الجزائر، في بلاد المغرب العربي عموما، استقبلوا هذا الدين العظيم، هذا الدين الحامل لمبادئ وقيم لا مثيل لها. المجتمع له ميزان يزن به الأمور. حينما أدرك بأن هذا الدين جاء من أجل الإنسان، جاء من أجل الحضارة الإنسانية التي تسعد الإنسان ولا تشقيه، هذا الإسلام الذي جاء بالمبادئ العالية، بالقيم الإنسانية الرفيعة، بقيم العدل، بقيم التسامح،
بقيم الأخوة، بقيم التعاون، هذه القيم الجميلة، هذه القيم الجليلة. حينما أدرك أجدادنا هذه القيم استقبلوا هذا الدين وتشربوا مبادئه، بل أصبحوا بعد ذلك دعاة وفاتحين. يعني لم يكتفوا فقط باعتناق الإسلام وفقط، بل ترجموا حبهم للإسلام إلى عمل، إلى حركة، إلى بناء، إلى عمران، إلى فتح. فكم من فاتح أمازيغي مسلم رفع لواء الإسلام، وكان يصل ويجول في بقاع الأرض نشرا لهذا الدين الحنيف وخدمة لميراث نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك الأيام. وكذلك هذا اليوم يعتبر عندنا جميعا هو اليوم بوابة السنة، ثبورث السقواس ذي الفال يخدمن إمازيغا إنسلمن تقابلن السقواس سوين الهان، تقابلن الفرح، تقابلن الخير، تقابلن الإنفاق على العيال، التوسيع على العيال. يعني هذا الأمر ربما قد يتساءل البعض، يعني ما حكم التوسيع على العيال في هذا اليوم؟ يعني تفدلني من سي هذا أمر معروف. وطعام الكسكسي كما قال أحد الشعراء واصفا لعادتنا وأعرافنا: أفضل ما يؤكل في بلدتنا طعام الكسكسي، إلى أن يقول: قهوتان في الصباح وفي المساء، ومن زاد عن ذلك فقد أساء، إلى آخر تلك المقولة تصف عادتنا وأعرافنا. إذن أقول هذه التوسعة للعيال لها بعد في الإسلام يقينا، وكذلك تعتبر من العادات الحسنة التي كان يعتمدها أجدادنا لاستقبال هذا العام الجديد. يستقبل بهذا الفأل، بهذا التفاؤل، بالتوسعة العيال، وفي بعض المناطق بشراء الأكباش وكذا وذبحها، ثم شرط ما يسمى ذوزيعة أو ثم شرط، وهكذا. هذه عادات لها مقاصد، ومقاصدها لا تتنافى مع الدين إطلاقا. أمر آخر أيضا، يعني هذا اليوم يعني إذا كان واحد زاد عنده أي مولود يسمى بالمولود، وهذا أيضا من الدلالات العميقة الموجودة بين هذا المجتمع الأمازيغي المسلم والدين الإسلامي. وهذا التناغم التسمية، إذا زاد واحد في رمضان اسمه رمضان، إذا كان في شعب اسمه شعبان، إذا كان في المولود اسمه المولود، وهكذا. عندها دلالة عميقة جدا لا يمكن أن تنكر على وجه الإطلاق. إذن أكتفي بهذا، ويكفي أن نتذكر هذا الانتصار ونتذكر هذه الانتصارات عبر التاريخ. ولكن لا يحق لنا إطلاقا يا أخي أحمد أن نذكر الأمجاد، أمجاد الأجداد، على سبيل الترف الفكري فقط. ولكن إذا تذكرنا انتصارات الأمجاد لا يجوز لنا أن نحولها إلى انكسارات، وكذلك لا يجوز لنا أن نتغنى بأمجاد الأجداد ولا نبني أمجادا. والوارث الشرعي لهذا المجد هو الذي يذكر مجد الأمجاد ويبني مجدا على أمجاد. أما اليوم الثاني وهو يوم عزيز علينا جميعا معاشر المسلمين، وهو ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، المولد النبوي الشريف. أيضا البشرية تحتفل جميعا في الحقيقة. كل إنسان عاقل شريف فوق هذه الكرة الأرضية الذي لا يبخس محمدا صلى الله عليه وسلم حقه ولا ينقص من قدره، لابد أن يعترف، والاعتراف سيد الأدلة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم رسول. الصفات التي تفرقت عند غيره من النبيين والمرسلين اجتمعت لديه. جميع الأنبياء هؤلاء من صفوة الخلق. الله عز وجل خلق الخلق واصطفى من الخلق الصالحين، واصطفى من الصالحين النبيين، واصطفى من نبيين المرسلين أرباب الرسالات، واصطفى من أرباب الرسالة أولي العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم منهم. يضاف إلى سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. إذن هؤلاء النبيون اجتمعت أو تفرقت عندهم صفات.
كل نبي يحمل صفة من الصفات، ولكن هذه الصفات التي تفرقت عند غيره من نبيين اجتمعت لديه عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كما قال ربنا في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالبشرية ستظل تائهة ضائعة ما لم تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من أراد أن يتبع طريق الهدى وطريق الحق وطريق النجاة عليه باقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والبشرية إذا أرادت أن تعيش في سعادة وفي سكينة وفي راحة وفي حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه، عليها أن تعود إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فتستنير بهديه وتدرس سيرته. أما تذكرنا لهذا اليوم قد يقول قائل: لماذا؟ فما نسينا النبي عليه الصلاة والسلام لنذكره في هذا اليوم؟ هذه رسالة أولى، لأنه كلما سمعنا الأذان يعني كلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقال بعد ذلك وأشهد أن محمدا رسول الله، إعلان احتفائي. نعم، يعني احتفائي متكرر. الأمر الثاني، نستثمر هذه الفرصة لتجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان نقول له: يا رسول الله نجدد معك العهد ونبقى لك أوفياء إلى نهاية أعمارنا في هذه الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأمر الثالث، نستثمر أيضا هذا اليوم السعيد من أجل تنشيط حركة المجتمع من خلال الحفلات الدينية الاجتماعية المريحة السعيدة، من خلال تعليم الصغار القرآن الكريم وتعليم الصغار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وتوزيع الجوائز على الناجحين على حفظ القرآن الكريم، على الناجحين في الإجازات في إجازة القرآن الكريم. إذا نحدث نوع من الحركة في هذا المجتمع. دعوا الناس يفرحون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. دعني أقول في النهاية أخي أحمد، إذا كان زاد ولد في أي أسرة يعني يفرح بذلك المولود الجديد الأسرة، ربما الجيران والقبيلة وهكذا، ولكن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ميلاد فرحة للبشرية، البشرية كلها تفرح. ودعني جاءني الآن خاطر يذكرني بموقف أبي لهب مع جاريته التي أخبرته بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له: إن أخاك فلان زاد عنده طفل. طبعا الطفل معنى ابن الأخ محمد وليس النبي الرسول، لأن أبا لهب كلنا يعلم موقفه من النبوة ومن الرسالة، ولكن مادام أخبرته بهذه البشرى قالت له: خوك زاد عنده طفل، هو باش يقابل هذا الخبر السار بموقف يعني لائق حررها من أجل ذلك. قال: اذهبي أنت حرة، أعطاها الحرية نتاعها. وأحد الشعراء كتب قصيدة طويلة في هذا الباب مما يقوله، قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، إشارة إلى أبي لهب، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله يبارك فيك شيخنا، ملخص بالأمازيغية سريع. الله يبارك فيك. الله يفكرك بالشهادة. الأخ أحمد دائما ما ينساش هذه. بارك الله فيك. لا نسينو الثاني سنة زرذم قرآن كدينا مثل أحمد أسام زوارو ذاس يعني انتصرن إمازيغان القيادة يعني ششناق يعني الزعيم الملك قرآن معروف ذي قبل 1964 وقيت تقويم الأمازيغي يعني ذي لسان زرذم قرآن باش هذا نظر باللي لجدود نغيم زورا سجلن لاثرنسن ذي التاريخ يعني ساعة زال ذي التاريخ خدما يوظن باش انتصر في الفراعنة ذي الزمان رمسيس الثاني ما كدن كتب التاريخ إلا هو النظام باش هذا نفهم باللي ماشي ثورة يمكن أدن سميكتي كالانتصارات ولكن نتهود دواء الفاني مزورة نساوها ربي أنذبع أفريد نثني انتصر خدما في كنزال التاريخ نغو مزورو كنا نكون إذا غاوها ربي أنفنو التاريخ نغ ونفنو الأمجاد ونخدم أين الهان ماشي ذوني قارن كان إلا فافا غير إلا جدي ولكن ونسينين غاسي إلا فافا إلا جدي ولا نكني أقليه الليغ الأمر والسين
هذا نفهم باللي مازيغني مزورة قبل الإسلام وثنكرنا راه أسمزورو إلا أماكن زار التاريخ إلا وندا الموقف يعني ونقفيل راه، ولكن اسمي حصان باللي واجد الإسلام ذو الدين يلهان ديون ثقمات ديون الخير ديون الحمالة ديون المحبة يجزر عن الخير يقولون قفلنت الناس مرحبا وغالن ذي الفاتحين وغالن نشر الإسلام جسعان في سمين في الإسلام ما كان حصايث مثلا في سماثين فينا في معمرين صغر القرآن الكريم صغر اللغة العربية يعني، وكان من سدنة اللغة العربية الأمازيغ كما يعلم أهل العلم في هذا الباب. كذلك ذا ما كاد نسحض أول ربي سبحانه عز وجل سعان في سمين في الدين في الجوامع في معمرين ماشي ذيوث ذين سعان زادهم قرآن. ماذا اليوم الثاني أسويسين إلى قد نظر بالليل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أماكن ديننا ماشي معناه يسنسوث ساقيد المكثي، ولكن أماكن في كاس العذا جديد أصن قرق لغي ذيك ونذع الإسلام إذا غد جيض تريكا إذا غد جيض كان لما نموت وإذا غواها ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصن في كاس ماشي كان القرين غير كان في التاريخ إلى أنذع أفريديس أين غدي جاء التريكا أثنحرز وثنسيو إيمذان مرة ونعيش الإسلام خاطر مثلا في السماثين أكن فغول أنت النعم يغدي في كاسي ربي سانتا زرذم قران، ولكن نعمة ثم قرانت أرى ينفعن ذي الدنيث أرى ينفعن ذي الآخر ذي الإسلام أكن غدينا ربي سبحانه يسمي النعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك أستاذنا الدكتور سعيد بويزري. وتلك الأيام، وإن كان هذا العنوان كثيرا ما نستعيده ونفس العنوان، ولكن المضمون مختلف عندما يتعلق بأيام الله في هذه الدنيا، كيف نستذكرها ونتذكر بأننا زائلون لا محالة والبقاء لله الواحد. فما أجمل أن نستعلم ونتعلم من هذه الأيام كيف نبني الأمجاد وكيف ندخل المستقبل ونحن نستند على قوة التاريخ. شكرا لشيخنا الدكتور سعيد بويزري وأحسن الله إليه. وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية من برج بوعريريج. نبدأ. عبد المالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخوي عبد المالك. الحمد لله بس تمركم بخير. الله يبارك فيك. والله الحمد لله يا عبد المالك. الحمد لله. عندي واحد سؤال فيما يخص ترقيع الصالح. ايوه تفضل اخوي. كاين واحد اللي وين يصلي كي يبدا يصلي كبرت كبيرة الاحرام. ايوه يدخل الشك باللي راه الاقامه. ايوه هذه واحد. وكاين وين يدخل الشك باللي راني نسيت الفاتحه. ايوه يدخلني الشك باللي راني نصلي في الركعه الاولى ونسيت باللي نسيت الفاتحه. ايوه. وفي بعض الأحيان في صلاة كما نقولوا في المغرب وين تكون صلاة جهر. أيوة. هي كي كبرت كبيرة الإحرام يدخل نصلي هذه تصرى أنا ساعات وين الناس هكذا نصليها السر. أيوة نولي نتفكر نعاود الفاتحة ديريكت جهر. لما نركع في الركعة الأولى كما نقولوا نصلي صلاة سر الفاتحة. بينما المغرب جهر نولي نعاودها جهر. وش الحكم في الصلاة؟ ايوه. وكيف ترقع سجود السهو تصلي بالتسليم وبعد السلام. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني فيما يخص اخوي عبد الملك. نعم. السؤال الاخر هذا قلت كيفاه ترقيع سجود السهو؟ سجود السهو كما نقول سجود تسجد والنقصان. ايوه واضح. وش السؤال الثاني وش الحكم تاع واحد يحتفل بعيد ميلاد ابنه؟ ايوه. فنحن مقبلين عن مولد عيد ميلاد مولد النبوي الشريف. حكم تاع واحد يحتفل بعيد ميلاد ابنه كل عام. ايوه طيب. وفيما يخص الصلاة الثانية عندي وين كان انا كي نصلي كي كبرت كبيرة الإحرام. ايوه. نبدأ بالبسملة. ايوه. بسملة نقراها نورمال نقراها سواء جهرا ولا في صلاة سر نقراها. ايوه. هذا هم الأسئلة أخويا وربي يحفظكم إن شاء الله وربي يكون عام خير علينا إن شاء الله. يا ربي أخوي عبد الملك. أخوي عبد الملك. نعم. خليني الأخر هذا تكبيرة الإحرام تقول بأنك تبدأ بالبسملة. بالبسملة. أيوه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم ونسأل الصلاة. على بركة الله. نجاوبكم إن شاء الله. يعاونكم خير وربي يهنيكم ويعاونكم بخير إن شاء الله. ربي يحفظك. شكرا جزيلا أخوي عبد الملك من برج بوعريريج. نعم. العاصمة محمد. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك عمي محمد. الله يسلمك.
أي تفضل. واللي حبيت نخرج الزكاة، عندي شوية نورو في فرنسا وأنا عايش هنا في الجزائر. أيوة. كيفاش نخرج الزكاة نتاعو؟ طيب. ولا كيما يبدلوه هنايا، ولا نخرج الورو تما، ولا كيفاش؟ أيوة. هذا ما كان. الله يفتح عليك إن شاء الله. أيوة. الله يسلمك. شكرا خويا محمد. إلى أين؟ هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. تبسة الأخت سناء. الو. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. مرحبا بك أخت سناء. عليكم يعيشك خويا الشيخ، حبيت نسألك، أنا وقع علي الطلاق في لحظة غضب. أيوة. ومرة ثانية طلقني الزوج الثاني وأنا كنت نافسة بنتي، يعني ما حكم الشرع؟ يعني محسوبين علي الطلقتين ولا لا؟ أيوة. وما زادش عود؟ لا ما زدتش عيب بالثالثة بصحة، يعني حبيت نعرف الزوج هذوما محسوبين علي ولا لا؟ طيب، وهو يقدر يسمع الإجابة؟ نعم؟ يقدر زوجك يسمع الإجابة؟ لا خويا، هو يعني اللحظة هذه مسافر. طيب إن شاء الله خير. ماذا بينا يعني حبيت نعرف حكم الشرع، يعني محسوبين علي طلقتين ولا لا؟ يعني حكم طلاق المرأة في حالة النفاس، وحكم طلاق المرأة في حالة الغضب الشديد يعني. طيب، غضب شديد إن شاء الله خير. يعطيكم الصحة، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك أخت سناء، شكرا جزيلا. إلى باتنا السيدة أم محمد. الو. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. ممكن سؤال؟ تفضلي. مرحبا سيدة أم محمد. الشيخ راح نسقسي سؤالي على عقود نقد التشغيل. أيوة. دوك أنا درت عقد تاع 3 سنوات، والمدير ثم تاع المدرسة اللي لازم اني نشتغل عنده. ايوه. قال لي بلي الحضور تاعك مش اجباري، تقدري تقعدي في الدار وتسلكي شهريتك. ايوه. درك سؤالي، الشهرية هذه ما فيهاش اشكال، ما فيهاش. طيب فهمت الشيخة؟ واضح سيدة محمد، واضح ان شاء الله. والمدير هذا يعني ما عنده حتى شيء يكلفك به؟ ما كان حتى يكلفني، قلت له تسمى لازم نخدم باش نحل الصوارتي، قال لي ما عنديش حتى خدمه باش تجي تخدميها. حتى استدراك هكا الاطفال والله والو ما كاش؟ ما كان والو. قال لي ما نحتاجش خلاص. والله طبيعه العمل في الاداره واش تخدم؟ وطبيعه عملك اخت سيده ام محمد؟ شيخ انا درت اداريه والله. اداريه. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. واضح سيده ام محمد. شكرا يا شيخ. سلام. ربي يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب الاتصال الاخير يونس، شكرا لك. طيب خلينا نجاوبوا على الاسئله، لانه مساله الترقيع فيها تفاصيل وكاين ناس تحب تفهم ايضا. نبداو بعبد المالك باذن الله من برج بوعريريج. شيخنا يسال عبد المالك، خلينا نبداوها تكون اخر المتصلات الاخت اخت رزيقه. اخت رزيقه مرحبا بك. مساء النور. مساء الخير، مرحبا. انا عندي قضيه وحابه نحكيك عليها. مرحبا تفضلي. عندي خويا اختي كان من قبل تعرف على واحده مزوجه وهي راجلها في الحبس، بقات معاه 5 سنين ودرت طلقها، ومن بعد درك راهو عقد عليها الاسبوع اللي قبل فات، ودرك واش الزواج درك بها صحيح ولا غلط، مع انها درك راهي طلق. واش واضح؟ ما فهمتش. رفعت عليه قضيه خلع. دقيقه برك سيده رزيقه، ما فهمناش. خوك هذا كيفاه؟ تعرف عليها وزوجها في السجن ما طلقهاش. ايوه. ومن بعد؟ وبقات معاه هي عايشه 5 سنين ودركا طلبت الخلع من زوجها، طلقت عن طريق المحكمه وعقدت مع خويا، ودرك حاب يدير العقد الشرعي. طيب شوفي اختي رزيقه، تقدري تخلي رقمك الهاتفي؟ ان شاء الله. طيب باش نجاوبوك، لانه بعض المسائل نفضل عدم التفصيل فيها للرأي العام، لانه بارك الله فيك. خلي رقمك رجاء عند خونا يونس،
وشيخنا إن شاء الله شيخنا تبين لك بعض الأمور. تبين، ولكن كما قلت جواب عام لأنه فيه تفاصيل لا تليق أن نذكرها على المباشر. بارك الله فيك. شكرا شيخنا. طيب أخت رزيقة نتواصل معك بعد البرنامج. عبد المالك يسأل في مسألة ترقيع الصلاة، يقول يبدأ يصلي بتكبيرة الإحرام، يدخل الشك بعد هنيها أنه تكبيرة الإحرام ما جابهاش، أنه الإقامة ما جابهاش، ثم يقول أحيانا وهو يصلي في الصورة يشك أنه لم يقرأ الفاتحة. كيف يرقع عبد المالك؟ نعم يا أخي عبد المالك، الرجاء أن تنتبه جيدا لهذه المسائل الفقهية المهمة. أولا ربنا قال في القرآن الكريم لا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية مهمة جدا، لا بد على كل عابد الله أن يتعرف عليها وأن يحكم وأن يقضي وأن يعمل بمقتضاها. بمعنى باش يغلق الباب أمام الشك وأمام الوسواس، ما عندكش حق في كل مرة يجيك شك تبطل وتعود، وإلا في الأخير صلاتك ستعيدها مرات ومرات. 30 سنة صلاة تعود. بارك الله فيك، يعني تولي تشك في جميع الصلوات. أيضا الشك ينتقل من الصلاة إلى الصيام، تولي تشك في صيامك، وتنتقل إلى الزكاة، تقول زكيت ولا ما زكيت، وهكذا. لذلك يا أخي عبد المالك أذكر السادة المشاهدين بما قاله ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مداخل الشيطان، يعني كأنه طبيب يشخص الداء ويقدم الدواء. مما يقوله ابن القيم رحمه الله، يقول الشيطان وهو العدو المبين للإنسان، كما قال ربنا سبحانه عدو مبين، وهو العدو المبين للإنسان، يأتي الإنسان من باب المعصية. يقول ما تصليش مثلا، عصي ربي يسرق وكذا، قالوا فإن عجز، ما قدرش يجيه من باب المعصية، يأتيه من باب الطاعة. يعني كاين بزاف اللي يدخلوا من الشيطان من باب الطاعة، يعني هذا الوسواس وهذا الشك. الأخ يشك في تكبيرة الإحرام ولعله يشك فيها مرارا، مش غير مرة واحدة، وبعدين كي يدخل في الصلاة وهو يقرأ ربما يوصل الصورة، وبعدين يقول لا لم أقرأ سورة الفاتحة، والشيطان يفكره ربما حتى بالحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث صحيح. يعني يولي يقول لا خلاص ما دام الفاتحة ما قريتهاش، يولي يقطع صلاته، السلام عليكم السلام عليكم، يعود، وهكذا الشيطان يتحكم فيه حتى في الأخير يدمره. وفي الأخير شوف تسلسل الأسئلة الأخي عبد المالك، جزا الله خير على هذه الأسئلة المهمة، وصلت السجود السهو النقصان الزيادة إلى آخره. حتى أحدهم يا أخي أحمد قال لك وليت نشك في الصلاة أني درت الزيادة ودرت النقصان، يولي يضطر أنه يدير سجود السهو القبلي لشكه في النقصان أنه انقص، وسجود السهو البعدي قال لك نرقعهم في زوج وحياته كاع راح بالترقيعات. طيب ثم أكمل كلام ابن القيم، قال لك في الأخير ولا يهمه بأيهما فاز، لأنه الشيطان يريد أن يشوش على الإنسان المؤمن، يأتيه من باب المعصية إذا ما قدرش لقى الباب مغلوقة، يأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيهما فاز. هذا معنى مهم لابد أن ننتبه إليه. أنت يا أخي الكريم تفكرت أو دخلك الشك في تكبيرة الإحرام، إذا كان هذا الأمر مرة في الزمان يعني نادر الوقوع، تعيد تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر وتبدأ صلاة من جديد. أما إذا تكبيرة الإحرام ركن باش تدخل في الصلاة، تبدأ الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام وبالتسليم. طيب أما إذا كان هذا الأمر يعني كثر لديك، تولي في حكم المستنكح كما يقول السادة الفقهاء، بمعنى يجيك الشك باللي ما درتهاش، ما تعود صلاتك، ما تعود تكبيرة الإحرام، أكمل، راك تقرأ في الفاتحة ولا في الصورة، أكمل، واصرف النظر، الخواطر نتاعك بعدها من هذا الشك. أكيد مخك يقول لك لا، أكيد ما جبتهاش، أنت ما تجيبهاش، لأن الفقه يا أخي أحمد هو من أنجع الحلول لهذا المرض الشك الذي والوسواس، مرض عضال حقيقة. لذلك عندك فقه، قول أنا دخلت في الصلاة وذكرت قبل الآية يقول رب سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، أنا لا أبطل عملي، دخلت في الصلاة انتهى. أنت في حكم المستنكح،
إذا تكرر كثيرا يعني هذا الأمر في حياتك فلا تعد تكبيرة الإحرام، اعتبرها كأنك قلتها والسلام، حتى ولو لم تقولها حقيقة فالإثم عنك مرفوع، لأنك في حكم المستنكح الآن، وهذه طريقة فقهية علمية علاجية لتخرج من هذا النفق المظلم اللي هو نفق الشك. أمر آخر، نسيت الفاتحة، هكذا يقول ما قلناه قبل الفاتحة شيخنا. أتصور أيضا سأل حول الإقامة أيضا عندما ينسى. الإقامة، بارك الله فيك. الإقامة أيضا إذا نسيتها لا حرج عليك، ما تعودهاش، يعني ليست شرط من شروط الصلاة، ما هو الشرط دير إقامة الصلاة إذا كان درتها الله يبارك. أما إذا نسيتها فصلاتك صحيحة من غير إقامة، صلاتك صحيحة من غير إقامة. أجبت هكذا؟ بالنسبة للفاتحة ما قلنا عن تكبيرة الإحرام، ما قلنا على الفاتحة صحيح في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وطبعا نأخذ في الحسبان ما قاله الفقهاء في هذا الباب. هناك من قال لا صلاة صحيحة، وهناك من أول هذا الحديث بمعنى لا صلاة كاملة. يعني هناك من قال من الفقهاء بنفي الصحة، هناك من قال بنفي الكمال. إذن رأيان فقهيان يا أخي عبد المالك. نفي الصحة عند العلماء الذين قالوا بهذا الكلام بهذا الفهم أنه لا صلاة صحيحة، معنى قراءة الفاتحة ضرورية. ولكن هناك رأي فقهي آخر معتبر يقول بنفي الكمال، أي لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قلت له يا أخي أحمد هذا الكلام باش يدير في باله من حتى ولو وهو في حكم المستنكح إذا كان كثير النسيان يمشي بهذا الرأي الفقهي ريثما تستوي أموره، يستقر الأمر وبعدين عادي. ولكن أنت أحرص كل ما تروح للصلاة ما يلزمش يكون عندك مشوشات. هذه نصيحة أخرى لازم في هؤلاء، ما يلزمش ما تكون مع الغاشي وتكون مع الناس وتقصر وكذا، تلفزيون مفتوح والغاشي ثم وراك تصلي في الصالون، هذا يعيط هذا يأكل هذا كذا. لا، روح للمكان المناسب وين تكون أسباب الخشوع يعني متوفرة والسكينة والراحة والهدوء، وبعدين هذا راك مقبل على الله. صح. الواحد ما هوش كما يقول يجي بوانتي برك كما يقولوا في البوانتي ويروح، لا، راك مقبل على الله. درت الإقامة تاعك وبعدين توجه للقبلة أسيدي ودير الإقامة تاعك وتكبر تكبيرة الإحرام وتبدأ على بركة الله تعالى. حتى إذا جاءك الآن الوسواس أو الشك يقول لك أنك نسيت أو كذا فلا تعد، كذبه ولا تعد، ما تأخذلوش الرأي، اصرف نظر يا أخي عبد المالك، وهذا هو الطريق الأسلم لك إن شاء الله ولأمثالك من الإخوة والأخوات. سجود السهو شيخنا بالنسبة لصلاة المغرب الجهرية يقول بأني أحيانا أنسى فأصلي جزءا من الركعة الأولى سرا ثم أستفيق فأعيدها مباشرة. لا حر ما دام ما كملتهاش ما كملت سورة الفاتحة ما عندكش حر، ما تقول الحمد لله رب العالمين سرا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدين جزء من نصف السورة مثلا سورة الفاتحة وبعدين تذكرت، ما عندكش حرج أنك تعيد. عندك حلان، يا إما تكمل جهرا يهدينا الصراط المستقيم تكمل جهرا وهذا أمر صحيح ما عندكش حرج يعني صلاتك صحيحة، وإما تعيد سورة الفاتحة ما دام لم تنهيها يعني قراءة تعيدها جهرا كما يجب أن تكون. وإذا أنهاها شيخنا؟ نعم إذا أنهاها سرا، وإذا أنهيتها سرا هنا يفضل أنك تصلي تسجد سجود السهو القبلي. أيوة سجود السهو لأن الفاتحة أساسية كما قلنا فيها نقص، تسجد سجود السهو القبلي معنى السجدتان قبل السلام. أيوة. طيب فالنقص قد سنة له القبلي. طيب في الترقيع شيخنا يسأل عن سجود السهو، وقتها يسجل قبلا وقتها شيء؟ والله يا أخي نبدأ عند الزيادة، عندي زيادة سجود السهو البعدي، بمعنى مثلا صلاة المغرب 3 ركعات نعرفه، إذا كنت مثلا ركعت ركوعين في ركعة من الركعات، في الركعة الأولى ركعت وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وزدت ركعت زدت ركوع آخر، أو أضفت ركعة ثانية ركعة رابعة يعني عدد ركعات المغرب 3 وانت قمت للركعة الرابعة حتى قمت يعني انفصلت من على الأرض وبعدين تفكرت بأن هذه ركعة رابعة، أكمل أوقف يعني كمل
صلي الركعة الرابعة أضفت ركعة هنا فيه زيادة، بعد ما تسلم بعد السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسجد سجدتين. هذا اسمه السجود السهو البعدي. السجود السهو البعدي ترقيعا لصلاتك لحصول هذه الزيادة في صلاتك. ونفس الأمر بالنسبة للزيادات الأخرى ما عدا الزيادات الخفيفة، مثلا إذا كان ربما سجدتان درت 3 سجدات، هذه أيضا فيها سجود السهو البعدي. أما إذا كان مثلا قرأ صورتين قصيرتين، هذه من الكراهة مثلا في المذهب المالكي، تقرأ مثلا سورة الفاتحة وبعد تقرأ قل هو الله أحد وتركع. ولكن إذا أضفت صورة ثانية، من الكراهة أن تقرأ صورتين في ركعة واحدة، ولكن ليس عليك سجود سهو بعدي، ما تقولش بسجود، هذا مكروه فقط أنك تقرأ صورة واحدة فقط. أما بالنسبة للصور الطويلة طبعا تقرأ ما تيسر منها في الركعة الأولى ثم تكمل أو تذهب إلى الصورة التي بعدها أو التي تليها وهكذا. أما بالنسبة للنقصان إذا كان قصد مثلا إذا كان طبعا واحد في المغرب مثلا بقاو مع المغرب صلي ركعتين ثم تجلس ودير التشهد، أليس كذلك؟ صحيح. طيب إذا كان نسيت هذا التشهد، هذا نقصان، نسيت هذا التشهد، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ قبل السلام، قبل أن تسلم، يعني في التحيات ديال الصلاة الإبراهيمية، قبل أن تسلم ما دام أنقصت في صلاتك ما ذكرناه وجب عليك سجود السهو القبلي، أي قبل السلام سجدتان، ثم إذا كان درت التحيات من جديد فهذا مشروع، وإذا كان ما درت التحيات من جديد فهذا أيضا مشروع، كلاهما صحيح من ناحية الفقهية، ثم تسلم بعد ذلك، وهذا ترقيع لما نسيته في صلاتك. بارك الله فيك شيخنا السعيد. طيب شيخنا السعيد، ماذا عن الاحتفال بعيد ميلاد الابن يعني كل عام؟ والله أولا هذا الأمر يعني ذكر مرارا في هذا المنبر أنه أمر على الكراهة. لماذا فيه ما حبيناش يعني الأولاد، معذرة يا أخي أحمد، يعني نتبعوا النصارى في مثل هذه الأمور، يديروا ليزانيفيرسير وكذا إلى آخره، ماشي من عادتنا أصلا. طيب قد يقول قائل ما ذكرتموه قبل حين عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا مبررات ذلك، ولكن بالنسبة للمواليد الآخرين فمن الأحسن أن نتجنب مثل هذه العادات التي يعني فيها مكلفة، فيها تكاليف إضافية تترسخ هذه العادات. ربما هذا الأطفال لا صلاة لا صيام ولا شيء ولا عبادة ولا شيء، فقط يعتز بذلك اليوم. وهناك من يحتفل باباه ولا جده اللي عنده 70 سنة ما يصليش، يدولوا زعما الشموع، يقول انيفرسير نتاعك ويجيبوا باتيسري وهو لا صلاة لا والو، ويفرح، واللي كادوا جايه من كل حدب وصاب، واللي ما جابش يلام ويعاتب لأن هناك آثار. لذلك من الناحية الفقهية يا سادتي الكرام نشوف كما قال العلماء العبرة بالمآلات، مآلات الأفعال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناش ما كان واحد يمد كادو ولا شيء، يعني راه احتفال، الأمة كلها تزداد ارتباطا وفاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر سيرته العطرة وإلى آخره. هذه الأمور جديرة فعلا بوقفة، وهذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى نقف هذه الوقفة لتذكر ما ذكرناه قبل حين. أما واحد ميلاد على جال ميلاد وبعدين يكونوا 10 في العائلة وكل واحد ميلاد واللي كادوا منه وطلع وهبط ويجيب الغاشي وكل عتاب فلان جاب كادو مليح ما جابش، وبعدين ذاري صغار تولي عادات بيناتهم، هذاك جاب لي هذا ما جابليش إلى آخره، نشوشوا على نفوسنا وضيع أوقاتنا. لذلك يا أخي الكريم لا ننصح بذلك. ولكن فيه مسألة مهمة، إذا كان هذا الابن تعلق بهذا الأمر، يعني باش ما تكسرش الخاطر نتاعو، هذا أمر تربوي، والإسلام لا يرفض هذه المقاصد التربوية. يكون طفل عرضوه كاع اصحابه مش عارف ايه وكذا وهو وعدهم والتزم وشبه القلب، ما على بالوش اصلا لا بالمنع ولا بالكراهه ولا لا، ما على بالوش. وبعدين يقول لك يا بابا انا ثاني ندير هذا اليوم وكذا، ما تكسرش خاطره. انا لا انصحك بذلك اطلاقا، ولكن تنصحه، تقول معليش هذا المره نقول لك معليش ديروا جيب اصحابك وكذا وكذا، ولكن أرجو أنه آخر مرة، ولكن نحن نحتفل بكذا وكذا وكذا. يعني تعطينا نوع من التوجيه التربوي، وفي الوقت نفسه تجبر خاطره، وجبر الخواطر من الدين.
بارك الله فيك شيخنا السعيد. طيب بالنسبة لتكبيرة الإحرام يقول أخونا عبد المالك بأنه يستفتح بالبسملة، ما حكم هذا الاستفتاح؟ بعد تكبيرة الإحرام يا أخي العزيز هذه مسألة خلافية، بمعنى في المذهب الشافعي مثلا تقرأ البسملة، يستفتح الإمام الفاتحة، قبل أن يقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ودير دعاء الاستفتاح يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. هذا مقرر في المذاهب الفقهي من المذهب الشافعي، ولكن في المذهب المالكي قراءة البسملة في الصلاة المفروضة مكروهة، والمخرج خروجا من الخلاف إذا قرأتها سرا في قلبك فلا حرج عليك، وتجهر بالفاتحة إذا كنت إماما أو إذا كنت حتى يعني مأموما صليت بمفردك. أعتقد واضح بمعنى أخي حمدي صلي بنا إمام، اقرأ بسم الله الرحيم في قلبك، ولكن يجهر بالفاتحة بعد ذلك. أي كل واحد منا يصلي وحده يقرأها سرا ويجهر بالباقي يعني في الصلاة الجهرية، ولكن حكمها في أمانة في المذهب المالكي في الصلاة المفروضة حكمها حكم الكراهة. بارك الله فيك شيخنا. إلى أخونا محمد بن العاصمة يقول أنه ملزم بإخراج الزكاة إن شاء الله، وهذا المال عنده في فرنسا، يقول هل أحوله إلى العملة الجزائرية أم أخرجه كما هو؟ سهل أخ محمد، ربي يبارك في مالك. أنت عندك أموال في فرنسا، نفترض مثلا عندك 10,000 أورو في فرنسا، طبعا هذا المبلغ يعني أكثر من نصابي بكثير، وحال عليه الحول وانت راك في الجزائر. سهل، ما دام عندك هذاك الرولفي هذاك يعلم ما يملك. هنا أنا أسأله هو، نقول له يا أخي هل عندك نية باش هذه الأموال الأورو لو كان تحولها بالسعر نتاع البنك بالسعر الرسمي أم بالسعر السوق الموازية؟ طبعا مع تعليقاتنا الكثيرة في هذا الموضوع نتاع السوق الموازية وإلى آخره، ويتمنى يجي نهار يولي كيف وتكون هذيك الصيارفة يعني الصيرفة يعني الرسمية متاحة للإنسان في كل وقت، ليس فقط يعني في الأوقات نتاع الأيام الأسبوع وباقي الأيام، لا، قد يكون إنسان مثلا باغي يروح للخارج ويحتاج الأورو، منين يجيبه؟ ويذهب إلى أي شخص في جاره ولا كذا ويشتري منه ذلك المبلغ، طبعا وفقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، يعني التقابض يكون يعني في الحين في مجلس واحد كما نعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. أقول إذا كانت عندك نية مثلا تصرف هذاك الأورو بالسعر كذا، دير هذا في الحسبان وشوف 10,000 أورو شحال يجيب لك. إذا كان مثلا 10,000 أورو يجيب لك 100 مليون مثلا بالسنتيم بالدينار الجزائري بالسنتيم تاعنا بالدينار الجزائري يعني مليون دينار، ماذا تصنع؟ تخرج قدر ذلك المبلغ، يعني قس مليون دينار ليكيفالون تاع مثلا 10,000 أورو 100 مليون سنتيم، تخرج 2.5% وتجيك سوا تجيك ب 25,000 دينار يعني 2.5 مليون هكذا. وكاين حل آخر أنك تخرجها بالأورو، 10,000 أورو في مضروبة في 2.5 مقسومة على 100 شحال يخرج لك؟ هذاك المبلغ بالأورو إما لا عندك واحد الوكالة ثم يخرجوا ويمدوا الفقراء والمساكين، أو أنت تخرجه هنا في الجزائر، تخرج هذاك المبلغ هنا بمالك من مالك الآخر ما دام ما يقدرش يخرجها من البنك من فرنسا، وذلك المبلغ الإجمالي 10,000 أورو تولي كلها حلال لك، يعني هذا المبلغ يصير مزكى مصفى، يعني سقطت عنك الزكاة. بارك الله فيك شيخنا. طيب أختنا سناء من تبسة تتحدث وقد وقع طلاق من زوجها في لحظة غضب، هي تقول أن هذا الغضب كان غضبا شديدا، في المقابل طلقة أخرى وهي نافس، تسأل هل الطلقتين محسوبتين؟ أولا يا أختي سناء، الطلاق في الغضب في حالة الغضب واش قال فيه الفقه الإسلامي؟ أولا أنواع الغضب في 3 درجات، هناك الغضب العادي البسيط، هناك ابن القيم تحدث في هذا الموضوع بالتفصيل، نعم. ثم هناك غضب شديد
هناك يعني يعقبه ندم، وهناك غضب يعني وصل إلى درجة الإغلاق، بحيث أن الناطق بلفظ الطلاق في ذلك الوقت لا يتحكم لا في أقواله ولا في أفعاله، ولا يفكر في عواقب ما قال أو ما فعل. بلغ الغضب أقصاه درجة الإغلاق. فإذا كان وصل درجة الإغلاق، هنا لا طلاق في إغلاق، هذا الطلاق لا يقع باتفاق. متفقين؟ أما إذا كان غضب عادي وشديد، ولكن يدرك ما يقول، يتحكم فيما يقول، ما يقطعش دراهم وما يقطعش دراهم كما قلت، بارك الله فيك، وما يديرش حاجة اللي، وما يضربش سيارته ولا الحياط ولا كذا، يعني راه عاقل، هذه الأمور كامل يدركها. والمرأة نتاعو تير عليها بالطلاق في هذه اللحظة. واش نقول لك يا أختي؟ هذا طلاق الراجح أنه يقع. طيب يا سيدي، وطبعا له الحق أن يرجعك في فترة العدة كما يعلم الجميع. إذن له الحق أن يرجعك في فترة العدة، يعني إذا كان ما وصلتيش 3 قروء كما قال القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني في حدود 3 شهور وقت ما رجعك، ولو بالكلمة أو بالرسالة، فهذه الرجعة صحيحة ومشروعة، تمت بلا عقد ولا مهر جديدين، وهذه من أحكام الطلاق الرجعي. هذه المسألة واضحة. طيب، أما إذا كان الغضب نتاعو شديد، هنا هو الذي يسأل. لذلك أنت سألتها يا حمد لله، هو في الاستماع، لأنه الأفضل في هذه الأمور بالمناسبة عندي تعليق. في معظم الأوقات نساء هم اللي يسألوا، وهذا أمر غريب. في نقولوا زوجك علاش ما يسألش، يقول لك حشم، يعني ما حشمش باش يطلق هذه الطلقات وكذا، ولكن كي تقول له علاش ما يسألش، إنه هو الذي يسأل عن نيته. أحيانا في الطلاق الكنائي مثلا يسأل عنه هو عن نيته، ماذا تقصد بهذا الطلاق؟ طيب، إذا كان قال أنا غضبان، نقول له واش درجة الغضب؟ كي يقول غضب، طبعا ما كاش يطلق مراته وهو فرحان، صحيح، يعني هذا الأمر منطقي، ما هوش يعني في لحظة من لحظات الفرح وكذا ويقولها يا زوجتي العزيزة أنت راكي مطلقة، ما أكيد كي يكون غضب ولا كذا مشكلة، وبعدين يخرج كلمة الطلاق. لذلك نقول بأنه الأحوط إيقاع أن نعتبر هذه الطلقة واقعة، وله الحق في أن يرجعك في فترة العدة بلا عقد ولا مهر جديدين. أما الطلاق في حالة النفاس هذا أيضا مشكلة أخرى، طلاق بدعي. طلاق البدعي يا ناس عنده أحوال، من هذه الأحوال طلاق المرأة في حالة الحيض، تحدث فيها تحولات بيولوجية تؤدي إلى تغيرات بسيكولوجية. هذه التغيرات رعاها الإسلام، لذلك اعتبر الإسلام الحنيف الطلاق في هذه المرحلة في فترة العادة الشهرية طلاقا بدعيا، يعني صاحبه آثم مع وقوع الطلاق، آثم مع وقوع الطلاق. هذا هو رأي جماهير الفقهاء، وإن كان هناك رأي فقهي أيضا للأمانة يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، طلاق المرأة مثلا في الحيض وفي النفاس. المرأة نافس، يا عجبا نافس، يعني تحتاج إلى من يرحمها، إلى من يرعاها رعاية حسنة، تحتاج إلى أن تسمع الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، ولكن يحصل الطلاق في شيء عجيب جدا، يعني مما ينافي أخلاق النبوة، ينافي أحكام الشريعة مثل هذا الطلاق في حالة النفاس. وإذن حينما نفتي بالرأي الذي يقول بالوقوع أنه وقع، ولكن قد نفتي بغير ذلك إذا كان عدد الطلقات ما بقاش، يعني رعاية للأسرة ومحافظة على الأسرة، نفتي بالرأي الذي يحفظ الأسرة بهذه الرخصة. بارك الله فيك شيخنا السعيد بويزري وأحسن الله إليك. أختنا أم محمد من باتنا وقعت عقدا ما قبل التشغيل مدته 2 عام، وتفضل السيد مدير المدرسة بإعفائها من أي وظيفة على اعتبار أنه لا يملك لها عملا ويمكنها أن تجلس في بيتها وتتقاضى هذه الأجرة بلا تعب. والله أنا أجيب هذا المدير، لا أجيب الأخت أم محمد، أجيبه بإجابتين. الإجابة الأولى نقول له اتق الله، هذه المرأة عندها عقد تتقاضى بسببه أجرا،
أنت عندك خدمة يقينا فيها خدمة يقينا، اللهم إذا كان ما كان والو، ما كان لا إدارة لا والو، عادي. في هذا الاستوديو كاين خدمة، في البحيرة كاين خدمة، في الشركة كاين خدمة، في المدرسة كاين خدمة، ما كاينش مكان ما فيهش عمل. لذلك نقول اتق الله عز وجل، ومن خلاله نقول لهؤلاء الناس جميعا، هذا الكلام سمعناه مرارا، يقول له خذي لا باي، هذاك الراتب، وما عنديش خدمة، لا ينفع. وعيشي لا باي، وعيشي لا باي، ولكن ما ينفعش، لازم هو يجيب لك خدمة. على تقولي لي علاه؟ نقول لك وهذه نقطة ثانية موجهة إليهم، نقولوا بأي حق استحللتم أموال الناس؟ يا أخي ربي يقول فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صحيح. وحنا عارفين بأن المال أو الراتب يكون مقابل جهد مبذول، يعني واحد يقدم جهد يخدم، والثاني صاحب العمل أو المدير أو المسؤول يعطي له هذاك الراتب الشهري. إذا نقول علاه المرأة تأخذ أو الرجل مهما كان يأخذ راتب شهري بلا عمل بلا جهد مبذول؟ لماذا؟ هذه القاعدة غير صحيح، نفصل بينهما. لماذا؟ كاين جهد لازم يقابله راتب، ما يكونش راتب هكذا بدون جهد، ما ينفعش. صدقات. نعم، يعني يقول هذه صدقة ولا وصية ولا ميراث ولا، يعني لأن الشريعة درتنا مصادر الحلال ومصادر، والمصدر الأول المباح هو الجهد أو العمل، سواء كان العمل ذهنيا يعني عقليا، أو كان العمل عضليا بدنيا، المهم يكون جهد مبذول. أكدت على هذا يا أخي أحمد باش نعالجوا هذه الظاهرة. نقول اتقوا الله. أنت بارك الله فيك يا أختي، الله يحفظك، مادام سألتي عن الحلال. أما أنك رحتي ليه وقلت له، هي قالت قلت له خدمني، إذا كان قلت له مرارا وما حبش يخدمك، أنت تأخذ هذيك الدراهم حلال عليك وهو حرام عليه، والسلام. ما نقدرش نقول لك حبسي هذا العقل، لأنه فيه ناس محتاجين. سيدنا عمر من روائعه يقول إن الأيدي خلقت لتعمل، خلقت لتعمل. وحتى يقول إذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبولا. من حق الشباب، من حق الناس أن يجدوا أعمالا مناسبة لهم، وكذلك من واجب ولاة الأمور أن يوفروا هذه الأعمال وأن يخرجوا شبابنا من هذا الحرج. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. إذا سمحت لي شيخنا، ربما فقط الناس المسؤولين أحيانا ما يكونش عندهم طاقات هكذا إبداعية لإيجاد. أحيانا بعض المدارس يكون المعلمين غايبين، علاه يضيعوا الأطفال؟ علاه ما يكونوا هاد الناس اللي عندهم عقود مع المدارس قال هذاك النهار أرواح كاين معلم غايب باش الطلبة والتلاميذ ما يضيعوش في الشارع، أنت تشرف عليهم في القسم، تحرسهم إلى غير ذلك. يعني حتى نحن أحيانا نجد مخارج غريبة والناس يعني توقع عقودا والأولاد يلعبوا في البرة لأن المعلم ما جاش. أحيانا أيضا يعني لا نفكر في الحلول شيخنا. بارك الله فيك. يعني هذا الفكر الإبداعي، هذا الفكر الذي بارك الله فيك، لأنه في الحقيقة الأعمال موجودة، يعني الأعمال موجودة. يعني هذا الاقتراح اللي قاله أخي أحمد من المقترحات المهمة جدا والسليمة لترفع الحرج عن هؤلاء. يجي يشتغل يوجه. أذكر زمان يعني هكذا في المدارس وفي المتوسطة وكذا، يجي حتى هذاك الحارس يعني متر دانترنا مش عارف هذاك هذاك اللي نتاع الليل وكذا، يجي في ما جاش المعلمة والأستاذ، يجي هو يعلمنا مما يعلم، منها يحرصنا، منها يعلمنا، يعطي مسألة في الرياضيات ولا في الشعر، قصيدة شعرية ولا قضية تاريخية ولا كذا. فبالتالي المهم لازم نخدمه. ربي قال وقل اعملوا، ما لازمش نوليو فنيانين ولا نوقعوا الناس في حرج، وهذا هو المطلوب منا. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طيب أختنا رزيقة، تأكدي أنه لا حياء في العلم ولا في الدين، ولكن أحيانا بعض المسائل التي تكون خاصة ندعها في إطارها الخاص، لأن ندرك بأن من وراء الشاشة أيضا من يعلم أهله من خلالنا، لذلك نتجنب بعض المسائل الشاذة إن صح التعبير بين قوسين كبيرين، ونجيب عنها في إطارها الضيق ولا نوسع النقاش فيها. وبارك الله فيك على سؤالك، وشيخنا بعد الحصة يجاوبك أخت رزيقة. سكيك دا أختنا وردة. نعم مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضلي أخت وردة. مرحبا.
عندي زوج خوتي. الله يبارك فيه. واحد يخدم لباس عليه عنده الدراهم، والاخ الاخر ما يخدمش. الاخ اللي عنده الدراهم حيبيع الشر. الو. ايوه. بدو الدراهم. الو. راني نسمع اختي ورده تكمل. الاخ الكبير اللي حيبيع الشر دراهم. ايوه. هل يجوز انه يمدهم لخوه ولا لا؟ ايوه. عايشين مع بعض ولا عايشين مع بعض؟ عايشين مع بعض وفي زوج مش متزوجين. ايوه طيب. نعم. وعندي سؤال ثاني من فضلك. تفضلي اخت ورده، ما تزعفيش برك. ام تاعي نامت منامه. ايوه. نامت الشيخ موسى تاع القناه الخامسه هذا بعد معكم. ايوه. نامت ويرقي في دارنا، بعد قال لها باللي عندك بنتك هذه راهي مسحوره، هيا تروحي معي انا نوري لك وين راه السحر تاعها. أيوة. وراحت معاه ورا لها واحد السحر. طيب ان شاء الله هذا يبقى منام برك استاذه، وربي ان شاء الله يبعد عليكم السحور وهذه المشاكل ان شاء الله بالقران الى غير ذلك. نتوقف ونجاوب الاخت ورده فقط، وتسمحنا الاخت نوره، واذا كان في امكانيه ياخذوا رقمها غدا ما كانش هلا سالوا، على كل بعد غد ناخذوا رقمها ونبداوا بها لانه شديناها شويه. وبارك الله فيكم. شيخنا السعيد، اختنا ورده تسال عن زكاه بين اخوين، احداهما ذو مال وهو غير متزوج والآخر بطال. صاحب المال يريد أن يزكي لأخيه البطال، فيقول هل يجوز ذلك خاصة وأنهم يعيشون في دار واحدة؟ نعم. للإجابة عن هذا السؤال نأخذ في الاعتبار أمرين أساسيين. الاعتبار الأول أن هناك من الفقهاء ومنهم السادة المالكية من يوسع في أمر النفقة التي لا تقتصر على الفروع والأصول فقط، ولكن تمتد إلى الحواشي. معنى هناك من الفقهاء اللي وسع من دائرة الإنفاق، من واجب الإنفاق، وهذا بالمناسبة مما ينسجم مع الأسرة الجزائرية والأسرة المسلمة عموما الممتدة كما يقول العلماء الاجتماع، ماشي الأسرة النواة، كان فروع كان أصول إلى آخره إلى آخره. بالمناسبة فتح قوس البارحة أحد الإخوة المربين قال لك ابني الصغير كان يقول تتكون الأسرة هكذا تعلم في المدرسة من أبي وأمي وجدي وجدتي وعمي وعمتي، فعلقنا على هذا التعريف تعليقا مناسب، نقول الحمد لله ونحيي جميع المعلمين اللي علموا أولادنا هذا العلم وهذا الفهم. ما يقولش تتكون أسرتي من بابا وماما فقط، نعم. لا، وسع، أليس كذلك؟ والقطة هذه إشارة لمن يهمه الأمر. إذن عند أخذ في الحسبان يعني هذا الرأي الفقهي، نقول هذاك الأخ كي يخرج الزكاة، الأخ الكبير يعشر، طيب لو كان يمدها لخوه وخوه هذا راه عايش معاه، هي أجابت الأخت وردة أنه عايشين مع بعض وكلاهما عازب، معناه هناك احتمال أن هذا الأخ المزكي الأخ الكبير يستفيد من زكاته. ممكن هذا الأخ الصغير اللي ما يخدمش يروح يشتري مثلا الحليب ويشتري كذا ويشتري كذا، وهذا الأخ الكبير اللي زكى يستفيد، وهذا أمر لا يصح ولا يستقيم. لذلك واش نقول له يا أختي وردة، إذا كان خوك الصغير هذاك عنده دين، لأن الغارمين من أصناف الزكاة، من مصارف الزكاة، إذا كان خوك الصغير عنده دين يجي خوك الكبير يعطي له هذاك دراهم باش يخلص دينه، يخلص القرض نتاعو، الدين اللي عليه، هذا أمر صحيح بلا شبهة. أما أنه يعطي له الزكاة ويصرفها في الدار، هناك احتمال، لكن نقولوا له لا، زكاتك خرجها برا، خرجها، أختك ربما راهي مزوجة محتاجة، ولا خوك واحد آخر محتاج وكذا، أما خوك هذا أعطيه مما تملك من حر مالك. أما بالنسبة للرؤية هذيك يعني نقول هذه رؤية إن شاء الله صالحة، إن شاء الله يا رب، ولا نأخذ الأحكام من الأحلام. بارك الله فيك، وتحياتنا شيخنا موسى إن شاء الله مليح واحد يشوف شيخنا موسى في البنام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لشيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بويزري، بحول الله
على ما تقدم به. نقول لكم تحيات الفريق التقني العامل. غدا بحول الله يغيب عنكم برنامج هل سألوا، فيما تلقاكم قناة القرآن الكريم يوم الثلاثاء في يوم خاص. شكرا لكم والسلام عليكم.